ان هاد رضا مزلوط من درجه فارس وعنده الكريدي ديال الدار حيت غير كاري، زائد عنده الكريدي ديال الحانوت 3 شهور ما مخلصش الكرا. يعني السيد صافي ما عندوش الفلوس وما عنده الوقت مزيره. واشنو وقع في هذيك الايامات اللي وقعت فيهم الجريمه واللي كوثر مختفيه والناس تيقلبوا؟ السيد دار 3 ديال الحوايج غريبين، كل وحده هرب من الاخرى. اول حاجه خلص الكريدي ديال الدار ديال 3 شهور، زائد خلص الكريدي ديال المحل ديال 3 شهور، زائد انه تقدم مزيان وكذا ومشى باش يشوف مراته وبنته باش يطمن عليها. يعني البوليس جاتهم هاد القضيه شي شويه بيزار. يعني انت 3 شهور ما مخلص لا كرا ديال الدار لا كرا ديال المحل، ودابا خلصتيهم بجوج في دقه واحده بهذه السرعه، زائد انك مقدي ومخلي مامادي معاك عند مراتك والناس عارفين انه راه غير على قد الحال. البوليس المهم عرفوا انه شي حاجه ماشي شاليه. هو عيطوا لي، كان رجع ديك الساعه من عند مراته، كان في الدار في الخدمه، عيطوا عليه سولوا بداو كيديروا معاه استجوابات وداك الشيء. قالوا ليه اول حاجه غتقول لينا منين جاوك الفلوس. اشنو قال لهم السي رضا؟ قال لهم انه كان مسلف شي واحد في صحابه مسلفوا الفلوس، وبالصدفه سبحان الله في هاد الوقيته اللي وقعت الزوبعه كامله السيد صاحبو رد له الفلوس اللي كان كيتسالو. قالوا ليه واخا هضرتك منطقيه ولكن راه ما تيقناش. هاد الوقيته اللي كانوا هما تيحقوا معاه وتيحقوا مع الجيران وداك الشيء، واحد النهار البوليس جاهم اتصال من عند واحد الناس في واحد الخلا في واحد التيره، شي ناس كانوا دايزين من تما حتى كيلقاو قطع بشريه. اشنو في هاد القطع؟ كانوا اعضاء طروفه ديال الصباع ديال اليدين وديال الرجلين، وكان واحد الطرف من البطن ديال الكرش، زائد انه كانوا العظومه ديال الفخاذ وداك الشيء. المهم كانوا اطراف اللي كبار والناس اللي شافوا داك الشيء راه جاهم الرعب، حيت غادي تمشي غادي في الطريق كتلقى قطع ديال جثه بشريه راه ماشي سهله. عيطوا على البوليس، جاو البوليس، زائد جاو هذوك اللي في المسرح الجريمه، هزوا هذوك الاعضاء البشريه باش يمشيو يديروا لهم التشريح. اشنو لقاو معاهم؟ لقاو معاهم واحد الليغه ديال الايد، هذوك اللي كيكونوا طوال اللي كيكونوا كيلبسوا المنقبات، لقاوهم من ضمن حدا هذوك الاشلاء. واخا ها هي واحد السين يعني كما كيف قلت لكم كوثر راها انسانه منقبه، وما لقاو حدا هذوك الاشلاء لي غون ديال المنقبات. واخا زائد فاش داوهم الطب الشرعي كيأكد لهم انه هاد القطع كيرجعوا لواحد السيده اللي تكون مراه، وغادي يكون العمر ديالها غالبا ما بين 17 و 20. انا قلت لكم في الاول انه كوثر عندها 19 عام.